ليه صحي يا آلاء من بدري قوي كده؟ الحقيقة النهاردة الجمعة وانا يوم الحد ان شاء الله عندي امتحان، والنهاردة اليوم كله ضايع عشان رايحة الايفنت بتاع اليوتيوب ان شاء الله. ايه اللي ممكن يكون موقف طريق يوم الجمعة الساعة 8:30 الصبح؟ ايه؟ هي موجودة اوكي. انا لسه داخله تقريبا بقالي مثلا بتاع نص ساعه واقفه عشان بس اعمل ريجستريشن، وبصراحه تو بي اونست مفيش اي نظام في الريجستريشن بشكل بشع. بص مرحبا في كرييتر داي كايرو. شو الاخبار؟ ان شاء الله كلكم بخير، ان شاء الله كلكم خديتوا قهوه. motivational speaker, he's a coach. وكريم يعني البرزنتيشن اللي رح تشوفوها من كريم اليوم هي 100% كريم. لكم انكم تتابعوا مع كريم هلا. السلام عليكم. عاملين ايه؟ طيب قبل ما ابدا تحبوا نلعب لعبه سريعه كده؟ اوكي. احنا دلوقتي في حاجه زي ورك شوب كده، معايا ادهم وعمر وبنتمرن على حاجه المفروض ان احنا هنطلع نعملها على اوكي يلا ناخذ مكاننا لو سمحتوا مشان نعمل اهتم فيه. 1 2 3 جو. سلام باجي ابو كبار. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ في الفيديو بتاع النهارده انا هتكلم فيه عن زي ما انتم شفتوا ده شعور اي حد بيتفرج على المحتوى بتاعنا وما بيبقاش فاهم اللغه بتاعتنا، فنروح بنمشي الفيديو. لكن بصوا الفيديو بتاعي هو لما جه وشافني وفهمني قام عشان كده كمل الفيديو بتاعي. ويدوس على كليك لان اللغه دي انا فاهمها، فاحنا بنطالب كل الناس ما تعملش زي الناس اللي بتفهم في لغات ثانيه في بلاد ثانيه، يا ريت تترجم الفيديوهات بتاعتنا عشان حد في الكوميونتي بتاعك يستفيد منها. شكرا. احنا دلوقتي اخدنا بريك، وانا الولاد راحوا في جامع قريب عشان يصلوا الجمعه، وانا بدور بقى على مكان عشان اصلي الظهر فيه. يا جماعه دلوقتي انا معايا ادهم، البيج بتاعته اسمها Around the World، صح؟ مظبوط. انا بصوا متابعاه من زمان جدا جدا جدا، ولسه النهارده متعرفه عليه. هو ادهم قولي كده يا ادهم انت بتعمل ايه؟ طيب انا ترافل فلوجر وبلوجر ومصور، فبسافر بلاد كتير واكتب عنها بقى ريفيوز واسهل الطرق في ان انت تسافر والكلام ده، وارخص الطرق عشان انا بسافر بارخص الطرق اللي ممكنه يعني. دايما بصوا اي حد تيجوا، يعني احنا النهارده طول ما احنا في الايفنت الناس تقول مش انت بتاع السفر، يعني هو مش عارف اسمي بس هي الناس عارفه ان انا بتاع السفر. انت بتاع السفر. فطب بصوا دلوقتي انا كنت عامله فيديو قبل كده عشان اساعد الناس ان هم يثقفوا نفسهم. تمام. فكنت بتكلم ان من اهم الحاجات اللي بتثقف عقل البني ادم السفر. صح. فناس كتيره جت قالت لي ايه غالي ومش غالي وبكسل، فتنصحهم بايه؟ يعني شويه نصايح كده ليهم. طيب هو الناس بتقول اول حاجه طبعا غالي، لان هو غالي ده فكره ان هو بتوقف ناس كتير، يعني ممكن واحد متحمس جدا يسافر بس غالي فيوقف. فهي فكره ان هو غالي دي الناس عشان تقعد في اوتيل والكلام ده فهو بتقول ان هو غالي، لكن هو في حاجات كتير جدا ممكن تقعد تسافر ببلاش اصلا، يعني تدفع تذكره الطيران بس وتقعد عند حد في بيته وهو يستضيفك في ويب سايتس اللي كده. واظن دي بتساعدك اصلا في ثقافه نفسك انك تشوف. انت بيبقى معاك حد من البلد هو الجايد بتاعك وبيعرفك وبتاكل معاه وبتشرب معاه، وبعدين بتشوف حياه الناس اللي في البلد دي. بالظبط صح. يعني كان في مره كنت سمعت ان حاجه بيقول لك في فرق ما بين اللي هو اترافلر واتورست. اتورست صح. يعني كان في حاجه ده بتقول لك انت ممكن في ناس بتسافر ده تقعد في اوتيل في جنب الصوره وخلاص على كده وتقعد بالظبط، لكن في ناس تانية اللي هو عمرك سافرت بالباك باك دي وبتاع. عمري ده هو على طول اصلا انا ما بسافرش غير بتاع 7 كيلو على ظهري. ايوه اللي هم الناس بقى اللي هم بيسافروا يطلعوا جبال ويروحوا في حتت، هي دي اللي بتعمل ثقافه مختلفه تماما، بتغير انت تفهم الناس يعني تاكل معاهم، ما تبقاش قاعد في اوتيل بقى 5 ستارز بعيد عن الناس، معزول عن الناس. بقول مثال، تخيل واحد جاي من مصر قاعد في شرم الشيخ، هل يقدر يحكم على مصر ولا اللي هيجي القاهره ويمشي في الشوارع وياكل؟ بالظبط هي نفس الفكره. يجي ياكل فول وطعميه ويجي ياكل. بحب الكشري جدا. فبلاش الحجج دي خالص وسافروا. وهي نصيحه من واحد يعني لف العالم. رحت كام بلد؟ 30 بس عقبالكم بتاع 150 مدينه مثلا حاجه. هو ان شاء الله ناوي ان هو بعد كده يصور بقى الحتت اللي بيسافرها
فهيعيشكم مع التجربه، بس مش عشان هيعيشكم مع التجربه فانتوا كده خلاص. لا لازم تتصفوا. هو بيقول لكم كده عشان انتوا يعني تتحمسوا بالظبط، وتشوفوا ان الموضوع انت تقدر تعمله فتقوم تعمله بالظبط، مش بيديكوا حاجه كده وخلاص. بس كده انا مبسوطه ان انا شفت ادم قوي النهارده. باي باي. هو ايه الملون ده؟ هو سكر ملون؟ يعني مش بس بقول لك ايه، جبت الكيس السودا اللي قلت لك عليها. تعالى يا عمر. يعني ليه المنظر ده بجد؟ يعني احنا جايين المكان نظيف، ليه نبهدله بالشكل ده؟ والله العظيم حرام علينا، وكل واحد هيتحاسب على اللي هو بيعمله ده. ليه مش كل واحد يستخدم حاجه يقوم يرميها في يعني في الباسكت تحته اساسا. ايه يا عم لا رفع عشان فساعتها يبقى ممكن بقى ايه اللي بيحصل؟ ان هو بيضيع عمره كله بيعمل كارير شيفت. كل ما يجرب حاجه ما تنفعش يروح يعمل كارير شيفت، كل ما يجرب حاجه ما تنفعش فيبقى الموضوع مش كارير شيفت، الموضوع ان انا بداري على الفشل بتاعي وعدم اصراري في المحاوله بان انا بغير المجال. فانت لازم تبقى متاكد كويس قوي انت بتشيفت على اساس ايه؟ ايه اللي حركك عشان تعمل شيفت؟ فلا مش اي حاجه تتاخد وخلاص. وانا واحد من الناس انا اصلا انا عامل كارير شيفت من حاجه ريسكي من الكوره لمحتوى، الاثنين هوا لا تامين ولا مرتب ولا اي حاجه، وباجي اوقات في الشهر ما بيخشليش جنيه واوقات في الشهر بيخش لي 10 لكن انت اساسا بعدت عن مجال دراستك. بالظبط. فانا ده انا بس لما حد بيجي يسالني لا طبعا انت دكتور بتحب الطب بتكمل في الطب، انت مهندس بتحب هندسه بتكمل في هندسه. هو دلوقتي قسمونا وهنتعرف على بعض المفروض تقريبا، يعني قسمونا بالالوان دي. جميل. سكر بره 5000. جميل. جميلة فكرنا باختلاف والعالم كله شاف لحظات كتير لينا، حياتنا فيديوهات بتقول كل اللي جوانا، يوتيوب جمعنا. دن اظن اللي متابعني على انستجرام وفيسبوك هيكون اساسا شاف الايفنت قبل ما ننزله. انا دلوقتي مروحه، الايفنت خلص الحمد لله ويوم حلو جدا جدا جدا. روحته الحمد لله، يوم حلو جدا جدا جدا. وفي الاخر ثانك يو يوتيوب سو ماتش على اليوم الحلو ده جدا. ايه الفرق ما بين ده وما بين الايفنت بتاع فيسبوك؟ ممكن اقول لكم ايفنت فيسبوك كان ايفنت مجمعنا كلنا بنتقابل فيه، كانوا زي حاجات ملخصات كده، لكن النهارده ده كان فعلا يعتبر مؤتمر. يعني هم بيدونا معلومات، بيساعدونا، بيفيدونا في معلومات كتيره جدا، بينصحونا نصايح، بيعملوا لنا ورك شوبس وسيشنز والكلام ده. بصوا كتير قوي حضروا، قوي قوي قوي. بس انا شايفه بقى حاجه، مين الذكي اللي هيقدر ياخد الكلام اللي احنا النهارده اخدناه وادهولنا وعلمهولنا ويقوم يبدأ بيه ويعمله على ارض الواقع، وفعلا يغير من نفسه ويغير من قناته ويحسنها ويطورها. وانا بجد ناويه ان شاء الله ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا الكلام ده زي اللي هو اخليه حاجه ملموسه في القناه بتاعتي ان شاء الله باذن الله. فتابعوني الفترة اللي جاية، ناوية على تطوير جامد جدا 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 ان شاء الله. بس ادعولي ربنا يوفقني فيه واحقق اللي في دماغي باذن الله. وشكرا عشان انا من غيركم فعلا بعد ربنا الحمد لله ولا اي حاجة، عشان هو اساسا يعني لو انا ما كنتش جبت ال1000 سبسكرايبرز ما كنتش اقدر احضر حاجة زي دي. ثانك يو سو ماتش يا جماعة، انا بحبكم جدا جدا والله، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي. بصوا فقرة كوميدي كده في اخر اليوم، بصوا بتاع قد ايه، بس حلوة قوي.